نعم عباد الله، جاء في الحديث أن أقواما ولدوا الحوض فجلسوا ثم قاموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أين؟ إلى أين؟ قالوا: والله إلى النار، والله يا رسول الله إلى النار، والله إلى النار. ثم انطلقوا إلى النار بأعمالهم التي عملوها في هذه الدنيا السيئة، الشركيات، البدع، عياذا بالله. أيها المسلمون عباد الله، تذكر أيها المسلم وتخيل عندما تحضر ميزان حسناتك وسيئاتك كيف تكون في قلق، فكيف ستكون في قلق وستكون في كربة، خايف ألا ترجح سيئاتك على حسناتك، قلق ولعل بتنفيسك كرب المسلمين وتيسيرك على المسلمين هنالك يفرج الله كربتك فترجح حسناتك على سيئاتك. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية، عياذا بالله.